الله اليوم القصة غريبة والله. شوف يقول لك يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. تخيل رب العالمين يسخر لك ملوك من ملوك الأرض، يسخرها لك اللي تكون لإنقاذك. لا إله إلا الله. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسونا من المتابعة والاشتراك بالقناة. في يوم من الأيام أحد ملوك إسقيلية بهاي جزيرة بأحد الجزر الأفريقية كان حاكم أحد المسلمين، وهذا الملك من ملوك المسلمين يلي حاكمينها. يوم من الأيام هذا الملك راح ينام، جي على فراشه ينام شوي ويقعد ينام شوي، تأرق بنومه ما عاد يقدر يمين يسار، ما هي ضابطة مع النوم، وهو يقعد يفز من نومه مو هو مبسوط ولا هو مرتاح ولا أبد. وصح له الحاجب عنده، يا حاجب يا حاجب، قال له اسلم، قال له جيب لي رئيس الحرس، جيبه تعال عندي بساعة. قال له بشر. روح رئيس الحرس، قال له الملك يبيك. كلش عنده الساعة 2 بالليل يا رجال. قال له والله ما أدري، روح شوفه. هو يجي رئيس الحرس عند الملك، مساء الخير يا مرحبا وصباح الخير حياك. قال له يا ولد أنا ماني مرتاح وجيت لأنام وتأرقت بنومي. قال طيب شوف الساعة 2 بالليل يا ابن الحلال، يعني الساعة 2 بالليل أنت تقول لي ما أنا قادر، إيش يجيب لك منوم يعني ولا إيش الدرب؟ إيش تسوي معاك؟ قال احترم حالك يا ولد، تراني ملك، أنا ملك قدامك، ماني من أخوياك. قال له والله آسف على عيون النوم تخبر أنت يعني. قال له طيب عديناها. قال له تروح السفن اللي عندنا اللي برا. قال له حلو. قال له تشوف أي وحدة منهن تكون على كيفك تضبطها وتخلهم يتوجهون الحين بهالوقت بهذا نص الليل إلى أفريقيا. قال أيوة. قال يروحون يجيبون العلم اللي هناك ويجون 4-5 أيام، أسبوع أسبوعين، المهم يجوني بعلم. أنا ماني مرتاح، حاس في أفريقيا في شيء مستحيل. قال ابشر، العلم اللي عندك ما يصير أبد. وهذا الرجال حط رجل وراح على قبطان وهذول الناس اللي في البحر. سلام حياك الله قواكم يا مرحبا. قال يا الربع وين بي أقرب سفينة عندك؟ قال والله هاي السفينة اللي دائما تكون بأول السفن. قال أيوة. قال أحد تركبون وتتركون على الله على أفريقيا. قال يا ولد انت صاحي الساعة 2 بالليل، خلنا ننتظر علينا الصباح يصبح. قال أنا ما عندي سالفة، الملك أمر تمشون الحين يلا توكلوا على الله، قولوا يا بعض. قال ابن الحلال الصبح. قال قول الصبح وإيش الصبح، يلا توكلوا على الله. سبحان الله، شوف تسمع يقول لك ما طير إلا فوق طير. هذا هو من سبحان الله، من رئيس السفينة إلى رئيس الحرس وانطالت سبحان الله، كل طير فوق طير في الدنيا. ركبوا براحة وتوكلوا على الله. والملك حط راسه هنا وارتاح، ويقعد الصبح. لما قعد الصبح اوه يا الصباح الحلو ومروق ومضبط اموره ومية مية. يا الحاجب جيب لي فطور وحط لي على البلكون برا. قال له ابشر. راحوا مضبطوا الفطور وحطوا لي القهوه وضبطوا لي الامور، وقعد على البلكون وشوف الصباح الحلو اللي يسوى الدنيا حبيبي كلها، والبحر والخضار والناس اللي رايحه وجايه وضبطين الامور. طبعا هو شاف عنده يعني تبين على البحر مية مية وعلى السفن وعلى كل شيء. قال حلو. المهم يا الربع يضرب عينه الملك ويشوف السفينة اللي أرسلها، اللي وصف له إياها. طبعا هو أنا فتك بالكلام. قال له إيه السفينة أرسل؟ قال والله السفينة الفلانية اللي عليها الراية الفلانية وكذا. قال له حلو خلاص عرفتها. ولا يشوف الملك اللي وصف له السفينة رئيس الجند أو رئيس الحرس موجودة، وهو بيده كاسة شاي وينفض كاسة شاي والقهوة ويا خادم. قال له اسلم. قال له روح جيب لي هذا تبع الحرس، جيب لي ولا نتف شواربك وشوارب الحين. قالوا سلام ايش صار؟ قالوا قول اقلب وجهك الله توكل على الله روح جوب تعال. وهو يدور يمين يسار ويلاقيه. قال لي يا والد انت ايش مساوي؟ قال وش العلم؟ قال له العلم يا حبيبي الملك يعني يقول والله لين نتف شواربك، انت شو مساوي؟ قال لي ابن الحلال تسعدني الصبح وتقول لي تنتف شوارب، هذا مقعدنا من النوم بالليل، ايش صار عليه هذا سلامات؟ قال والله ما ادري يلا لا تكثر سوالف يلا روح عنده. وهو يجي عند الملك الصباح الخير الله ياخذ الوجه. قال له انا مش شايفني. قال والله ملك. قال حبيبي انت ما تشوفني ملك، انت مهبول اخوه اثوال بيك شيء. قالوا العلم هدي علي بالحل. ويقضبوا بندر ويجيبوا يلا تعال عند البلكون ويمسكوا بندر. قالوا هذيك السفينه شايفها؟ قال هذيك ما ارسلتها بالليل انت قلت لي؟ قال والله العظيم ما ارسلتها. قالوا كيف ارسلته وهي موجوده؟ قال والله العظيم اني ارسلته وجهزته ومشى من قدامي بالليل. قالوا اصبر علي، اصبر انا اروح اجيب لك رئيس تبع السفن اجيب لك اياه هو اللي انا ارسلته بالحلال هدي علي. انت فيقني بالليل والحز تهاوش علي وتضربني بالحل
اذكر الله الصبح. قال لا تكثر سوالف يلا روح اقلب وجهك. ويروح يجيب رئيس السفن ويجي لعنده. قال يا حبيبي انا ما ارسلتك بالليل. قال والله عندي سالفه صارت. قال له بلا سوالف ولا كثر انت تعلقنا مع هذا الملك. هذا الرجال ما عنده سالفه يقعد نص الليل ويقول والله حلمت وافريقيه يا رجال روح شوفه خلصي من الورطه اللي ورطتنا بيه الله ياخذك. هو يتل ويجوب ويجي والحرس يقول له يا الامير رئيس الجند والمعاي الجوك. قال دخلوه ودخلهم عنده السلام حياك الله صباح الخير. قال له يا الحبيب انا ارسلت لك بالليل رئيس الجند راح لك ولا لا؟ قال لي والله راح له. قال له طيب انت مشيت من البحر ولا ما مشيت؟ قال له والله مشينا بس ولكن والله رجعنا وصارت عندنا سالفه بالله والله غريبه. قال وش السالفه اللي صارت معاك؟ قال له نحن حطينا وضبطنا امورنا وتوكلنا على الله ومشينا لاتجاه افريقيه. قال له حلو. قال ايوه. قال له نحن ماشيين بالبحر. قال ولا نسمع صوت واحد يقول ينادي بطول حسه يا ابن الحلال حس البحر شان نشيل من الصياحه. هو يقول يا من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء يا من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء يا الربع انقذوني يا الربع فكوني يا الربع انا وشك على الموت بس تعال من عندي. قال يا الملك ونحن نتبع الصوت ويمين يسار وندور لين وصلنا عليه وهذا الرجال باخر نفس على اخر شخطه تسمح لي باخر شخطه حيموت. قالوا نجيب الحبال يلا يا الربع وقالوا نقذف عليه الحبال وينزل عليه واحد يحطه على الحبل ونسحب نجيبه ونطلع فوق على السفينه. وقال قلنا له يا ولد ايش صاير معك انت؟ يا ابن الحلال بس. وقال ورجعنا طبعا واحنا راجعين عن نساله. قال ابن الحلال ايش صاير معك انت؟ بس خير سلامات. قال والله يا الربع نحن جايين من افريقيا. قال ايوه. قالوا جايين لعندكم على صقيليه. وقالوا نحن سبحان الله بنص البحر يا ولد وهالسفينه تخرب علينا ويصير فيها ثقوب وتغرق الناس واللي معي كلهم مغرقم. والله ما بغيت الا انا الناجي ولي 3 ايام على الخشب هذا وانا اصيح وانا اجي ولين انتم رب العالمين سخركم وجابكم لي وانا اصيح يا من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. الملك يقول لا اله الا الله لا اله سبحانك يا الله لا حول ولا قوه الا بالله. قال لي الملك خير وش عندك؟ قال لي يا ربع والله اني تقرقت بنومي واشوف احلام وكوابيس وكذا والله سبحان الله حسيت انه في شيء صاير بس ايش هو اللي صاير والله اني ما دريت عنه. وثاري انه لا اله الا الله رب العالمين ما خلاني انام وتغرقت من نومي انه في شيء صاير بافريقيه. سبحان الله هيأني رب العالمين ارسل رئيس الجند لكم انتم وتطلعون البحر وسبحان الله رب العالمين هيأني بهذا المنام وهيأكم كلكم لتنقذون هذا الرجل وتأتون به الى صقيليه. شوف لا اله الا الله يا من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. شوف سبحان الله يا من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. هاي دعوه دعا بها هو سبحان الله رب العالمين سخر له ايش؟ ملك من ملوك الدنيا ملك من ملوك الارض. لا اله الا الله. شوف ملك تقرق بنومه ومرتاح قال والله انه صار شيء حدث بالمكان الفلاني سبحان الله قام ارسل له هذا واتم به وانقذوه من الموت. شوف دعوه بسيطه يا من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء لا حول ولا قوة إلا بالله. أصلي لي ولكم السلام. ومن هذه القصة يعني نحن نأخذ العبرة بأي مأزق نقع به أو أي شيء نطلب من حوائج الدنيا يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء لا حول ولا قوة. يونس في بطن الحوت تعرفون دعاء لا إله إلا الله. أدعية كثير فلا تنسوني وتنسوا أنفسكم من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.